اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا نرجس يا أختي، ما ينفعش الكلام ده. اللي قدوا عياله دخلوا المدارس. في الأول كان عاملها حجة ويقول مش مزعل عماتي ولا خالاتي، وهو كلهم اتجوزوا وخلفوا وأولادهم دخلوا المدارس. يا ترى حجته إيه؟ في الأول كنت تقولي لي سيبيه على راحته يكون مستقبله وشغله هيجيب له عروسته، وهو بدل العيادة مركز طبي وبيورد عليه دكاترة أشكال والوان غير الممرضات. حتى المرضى أنا راضية، ده أنا لساني نشف معاه يا أختي. ردت عليها نرجس وقالت طب وأنا بإيدي إيه بس؟ كلميه، هو يسمع منك، أنا غلبت معاه. خلاص يومين وهكلمه علشان ما يقولش إنك كنت هنا وكلمتيني. انت تكلميه إن لو مرضيش يتجوز خلال الفترة دي أو حتى خطب هقعد عند واحدة من البنات ومش هيشوف وشي. ما هو طول ما اللي شايفة طلباته مش هيفكر يتجوز. خلاص اهدي انت بس، أنا هكلمه النهاردة وعرفيني اللي هيقوله على طول. يا ستي خلاص ماشي، بس انت اهدي، اللي بتاخدين على قد عقلي. كلميه دلوقتي يلا. وفعلا مسكت التليفون واديته لها، اخدته ورنت عليه، والتانية لازقة جنبها. خالته حبيبتي وحشتيني. يا بكاش، ما انا لو وحشتك كنت سألت. مشغول وحياتي، وهتفضل مشغول لإمتى؟ انا عايز انزل السوق وانت عارف مش بعرف اشتري من غيرك. انت كده هتكلفيني كم مشوار مع عماتي وخالاتي وهيقولوا اشمعنى نوجة. مش هقول له، مش هيعرف. انا راضي ذمتك. نوجة انت مقتنعة بكلامك ده؟ على العموم اوكي ماشي يا خالته، لما نشوف الساعة 5 هعدي عليكي. 5 ايه دي؟ 5 يكون السوق فاض. يعني السوق يا خالته؟ لا كده الموضوع فيه إنه والفار لعب في عبي، دايما ظالمني. كده اتأكدت، اصلا عارفها مشاوير السوق دي. يبقى ما تتأخرش عليا. ماشي يا ستي، ساعة واجيلك. وبعد شوية وفي السوق شايل أكياس كتير على ايده. مش كفاية كده يا خالته؟ انت اشتريت السوق كله وكمان لك عين تتكلم؟ ده انت يا مالكش غير 10 دقايق واصل. ما انت اللي استعجلتي ونزلتي من غيري وقضيتها كعب داير وراكي من محل لمحل، كنت بدور عليك. مش انت اللي اتأخرت؟ على العموم هانت، فاضل كام حاجة بسيطة هنروح نجيبها من عند الحاج عوض ونمشي على طول. ايه يا خالته، مش عيب وانا دكتور طول بعرض تقرطسيني واخداني معاكي وانت رايحة تقابلي الجو القديم؟ تك ايه يا واد، يا واد اتلم عيب. وهو انا بتاعت الكلام ده؟ الله، على ايدي يا نوجة، لو تاه عنك مش هيتوه عني. عينيه اللي بتطلع قلوب اول ما بندخل عنده، وكله الا ازيك يا دكتور، اخبارك يا دكتور، صحتك يا دكتور، وحشني يا دكتور، بقالك كتير غايب عننا يا دكتور. يا واد بيرحب بيك وبيحبك. ما انا بقول كده برضه. وبعدين الراجل مش بيرضى ياخد منك فلوس وبيعمل لنا تخفيض. او وده ما بيلفتش نظرك لحاجة؟ اكيد طبعا. ايوه كده يا خالته، طلعتي مش سهلة. عنده كام عروسة كل واحدة فيهم تحل من على حبل المشنقة، وعايزاك لواحدة فيهم. امال ايه؟ يا ريتك ما اتكلمتي يا خالتي. ليه بس؟ هو احنا هنلاقي نسب احسن من كده؟ ولا انت هتفضل طول عمرك بطولك كده؟ ما انا بقول برضو طلعت السوق دي بتيجي على دماغي كل مرة، بس المرة دي في ريحة مش عجباني. قوليلي، عفاف كلمتك في حاجة؟ ومن الاخر كده التهديد على ايه المرة دي؟ ان انت كده على طول ظالمها. خالته من الاخر الكلام على ايه؟ ابدا، زيها زي اي ام يعني، نفسها تفرح بابنها الوحيد، والوحيد على 9 بنات في العيلة ما بين عيال عمه وخالاته. انت بتكبري الحسبة. اشحال عمام متجوزين خالاتي، وبعدين بتتكي قوي على كلمة وحيد على اساس ان انا اديك الوحيد اللي في العيلة. امال محمد ابن عمي وضعه ايه؟ ثانوية عامة، ويوسف حضانة. يعني من الاخر اتفقتوا عليا. يا حبيبي يا ابني، الظروف هي اللي اتفقت عليك. بنات عمك وخالاتك غير بنات عمتك كلهم اتجوزوا، وبعد ما كان سؤالهم ياسين هياخد مين، بقى امتى هنلبس فساتين؟ احسن قتليه واختاروا اللي يعجبكم واعتقوني لوجه الله. هو احنا بنعذبك؟ ألعن، احنا عايزين نفرح بيك، وانا كمان عايز افرح بنفسي، بس مش بالطريقة دي. ما انت اللي باظت معاك كل الطرق. والمطلوب ايه دلوقتي؟ اسمع كلام امك وروح معاها للعروسة اللي هي اختارتها لك. انا مش عاوزة اتجوز بالطريقة دي. ما هو يا ابني ما فضلش قدامنا غيرها، وهي اللي كله اتجوز بيها. خالته انت الوحيدة اللي المفروض تكوني فهماني. انت نفسك رفضتي تتجوزي بالطريقة دي.
وضعك غير وضعي. أنا كان في حد في حياتي متمسكة بيه، عمك مأمون الله يرحمه، لكن أنت مفيش حد في حياتك، والعمر بيجري. وأقولك على حاجة أول مرة أقولها، أنا العمر لو رجع بيا تاني كنت وافقت اتجوزت بعد المرحوم. بعد الحب ده كله يا خالته، الحب عمره ما بيروح، بس الوحدة هي اللي بتموت بالبطيء. يمكن لو كان في حتة عيل أعيش ليه وعلشانه ما كنتش حسيت ولا فكرت في كده. أنا رحت فين؟ هو أنا مش ابنك؟ وعلشان انت ابني حبيبي مش عايزة الدنيا تاخدك وتنسى نفسك وتدوق وحدتي. علشان خاطري أنا اللي بطلبها منك المرة دي، نفسي أفرح بيك وشيل عيالك اللي هيبقوا أغلى منك في قلبي وعلى إيدي. صدقيني يا خالتي، الموضوع إني مش رافض، أنا بس مش لاقي. يعني في شغلك مفيش دكتورة لفتت نظرك؟ ممرضة، مريضة، قريبة حد تعبان؟ في منهم كتير، أنا بس مش لاقي اللي تخطفني. طيب فهمني، تخطفك يعني إيه؟ يعني يا خالته باختصار كده تخطفني كلي على بعضي، قلبي وعيني وعقلي كلهم يتبدلها من أول نظرة، وزي نسمة هوا باردة في يوم حر كياني كله كده يتزلزل أول لما أسمع صوتها. يوه، ودي هنلاقيها فين؟ ده انت ناقص تقول عاوزها تنور في الضلمة. رفع عينه وهو بيضحك وسكت فجأة، ما تكلمش وفتح بقه. نرجس وهي ابتدت تمشي وبتكلمه ما لقيتش اللي بيرد عليها، وقفت وبتبص جنبها ما لقيتهوش، وأول ما اتضيرت استغربت من شكله ووقفته. رجعت له تاني لقيته واقف مش بيتحرك وفتح بقه. قال له واد يا ياسين، واقف فتح بقك كده ليه؟ وليه مش بترد عليا؟ هو ولا هو هنا. رفعت ايديها شاورت قدام وشه، بس هو كان باصص في حتة تانية ومش مركز معاها اصلا. اتعادلت كده وبصت مكان ما هو باصص، بس ما لقيتش حد. ولا ياسين، مالك يا ولا فيك ايه؟ ياسين وهو زي ما هو، عينه على نفس المكان، كان بيشاور لها. بصت مكان ما بيشاور بس ما لقيتش حد. بتشاور على ايه يا ابني؟ في حاجة وقعت منك؟ لقيتها يا خالته، لقيتها. هي ايه طيب اللي لقيتها؟ راسي لفت وانا ببص حواليا. اللي بحلم بيها يا خالتي. يمين يا ولا اللي خطفتني يا خالتي. هو انت لحقت؟ اوعى تكون بتاخدني على قد عقلي. بص قدامه وضيق عينيه ومشي من قدامها وبيلف براسه ويدور حوالين نفسه. هي راحت فين بس؟ يا واد استناني، بتدور على مين يا ولا؟ فجأة وقف، رجع خطوة لورا، كان واقف قدام محل وبهيام بص على اللي واقفين جوه مع البياع. جت خالته وقفت جنبه وكانت بتاخد نفسها بالعافية. جرتني وراك نص السوق، لا مفهمني ولا معرفني حاجة. اهي يا خالته. بصت والصورة مغلوشة قدامها، طلعت النضارة من شنطتها، لقيت بنتين واقفين. دول 2 يا ابني، أنا واحدة فيهم. اللي لابسة اسود يا خالتي مش كبيرة يا ابني في السن دي على الخطف. كبيرة ايه يا خالته؟ دي كتكوت صغنن. انت باصة فين يا خالته؟ ما هي قدامك ايه؟ باصة على اللي قدامي اللي لابسة اسود. يا خالتي انا بقول اللي لابسة طرحة سودا مش عباية سودا. لا بتفهم يا واد، استعنا على الشقة بالله. هات كده الكيس. استني يا خالتي، انت رايحة فين؟ اصبر كده لما تشوف ميتها، لا تكون محبوسة او محجوزة او فك، ولو حظك حلو وسنجلة هجيب اخرها. الرزق كل دماغ خالتي. شالت الكيس ودخلت المحل وكانت بتمثل انها بتتنهد وبتاخد نفسها بالعافية. يا الحر، مفيش كرسي زيادة يا حاج؟ اتفضلي يا طنط اقعدي. تسلمي يا حبيبتي، انا بس مش عايزة اتعبك. تعبك راح يا طنط. نرجس كانت بتقول في سرها ايه الصوت الحلو والرقة دي؟ يقطع خشونة الركبة وسنينها. قومتك يا حبيبتي، الف سلامة عليك يا طنط. بصت لصاحب المحل وقالت ها يا حاج، جبت اللي قلتلك عليه؟ موجود كل اللي طلبتيه، بس ثواني اخلص مع الجماعة. لا براحتكم، انا كنت بس بطمن يا حاج. الست اللي مع البنت كانت بتقول احنا خلاص خلصنا يا حبيبتي، شوفي الحاجة اللي انت عايزاه، احنا بس هنتفرج على كام حاجة في المحل وهنمشي. المحل كله تحت امرك يا ام دعاء. نرجس بصت على البنت وبابتسامة انت دعاء يا حبيبتي؟ ايوه يا طنط. عاشت الاسامي يا روحي. مشي قدامها، كانوا بيتفرجوا على حاجات معروضة. قربت من صاحب المحل وقالت مين دي؟ وبنت مين؟ وخرجت ايه؟ ناسها كويسين؟ تعرفهم؟
عندها كام سنة؟ مخطوبة ولا لأ؟ واحدة واحدة، ايه ده كله؟ بسرعة جاوبني. قرب منها بهمس وهو بيقول لها دي بنت واحد حبيب المرحوم مأمون الروح بالروح، ازاي ما تعرفيهمش؟ مين ده يا اخويا اللي حبيب المرحوم وانا معرفوش؟ حاج مصطفى النعماني صاحب مكتب سفريات النعماني. حجيتي معاه من كام سنة انت والمرحوم وانا والمرحومة. معقولة دي بنته؟ بسم الله ما شاء الله. دي بنته الكبيرة، مهندسة وشغالة في شركة كبيرة قوي. اخلص يا عوض، البنت مخطوبة؟ حد متكلم عليها؟ في ايه يا حاجة نرجس، عندك ليها عريس؟ انت يا شباب. اللي اعرفه انها مش مخطوبة، وابوها وامها نفسهم يفرحوا بيها. كل اخواتها الاصغر منها اتجوزوا وهي رافضة نهائي. لسه الحاج مصطفى شاكيلي من كام يوم من زعله منها من كتر ما بترفض عرسان. حتى انا جايب لها عريس وهنروح لهم على بالليل. يمكن مشغولة بحد. ابدا، وكلام ليك انتي بس علشان غلاوتك، اقصد يعني غلاوتكم عندي. اخلص يا عوض قبل ما تمشي. ابوها سألها وقال لها لو في حد في حياتها تخليه يتقدم هو هيوافق عليه. اكدت له انها مش بتفكر في الجواز من اصله. حتى قبل ما تدخلي علينا كنت بكلمها في الموضوع ده، وقالت انها مرتاحتش ولو لواحد من اللي تقدموا لها. بصت على البنت وبهمس قالت لا. هو في ايه؟ مالها البت؟ عينيها ما تشلتش من على الباب. كل عيني ما تيجي عليها الاقيها بتبص ناحية الباب وترجع تبص لامها. ابتسمت وهي شايفة البنت وياسين بيبصوا لبعض. ده شكل السلك لمس ولا انا بيتهيألي؟ ما تضحكينا معاك يا ست الستات. بعدين هتفضحنا. وبعد شوية البنت ومامتها خرجوا. وقفت نرجس وهي بتكلم عوض بسرعة. خلي بالك من الحاجة، شوية وراجع لك اخدها. في عينيا، ونوصلها لحد البيت كمان. وبعد ما خرجت وراهم بسرعة عوض اتكلم وقال قرب البعيد يا رب. كانت بتدور عليهم بس لقيتهم بعدوا عنها بمسافة. عايزة تندى عليهم فقالت يمو. قطعت كلام على صوت ياسين من وراها. قلتوا في ايه؟ بسرعة يا واد يا ياسين، الحق اركب عربيتك ووراهم لحد البيت. معقولة اللي بتقوليه ده يا خالته؟ بسرعة يا واد، امك حالفة لا تسيب البيت وتمشي. ومال ده ومال اني هتروح وراهم؟ والله انا وامك لا نمشي وما تعرفلناش طريق. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انت من الصبح هوسني، عاوز قلبي يدق لها اول ما عيني تيجي عليها، ومشيت في السوق زي اللهبل فتح بقك وعمال تشاور عليها، ودلوقتي واقف زي لوح التلج قدامي. بسرعة يا واد البنت هتضيع منك. يلا بينا على العربية. وبعد ما ركبوا العربية اوعى يبعدوا عن عينيك. لا يا خالتي ما تقلقيش، انا وراهم. ده انا ما صدقت لقيتها. طلعت تليفونها واتصلت على اختها. ام ياسين البسي بسرعة هدومك وخلي التليفون جنبك علشان هنروح مشوار مهم. مشوار ايه السعادي؟ لقينا عروسة هنروح نخطبها لابنك. انتي بتهزري يا نرجس؟ عروسة ايه دي؟ طلبتيها يا اختي ديليفري ولا لقيتيها في السوق؟ بالظبط كده، لقيناها في السوق. ها؟ هو ايه اللي لقيتيها في السوق؟ هو علشان يا اختي انا ملهوفة على جوازته اجوزه جوازة زي دي؟ ده ياسين يا نرجس. حول ولا قوة الا بالله يا ربي. يا بنت ابويا خلاصي، ولما تيجي هفهمك كل حاجة. سلام بقى، الحاجة مرمية عند عوض، ابعتي حد من عيال بناتك يجيبها. استني بس يا نرجس، ما قلتليش هي حلوة؟ بنت مين؟ ياسين وافق؟ طب ادولي اكلمه. يا اختي هو اللي شاور عليها وقال هي دي يا خالتي. ياسين اللي اختارها؟ لا 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 لا. ياسين وهو واصل له صوت مامته. هي للدرجة دي كانت فاقدة الامل فيا؟ اللي الزفاريت بعدين وعلى رنات. سلام بقى. ياسين فضلت تزغرط. اتلمت العيلة كلها وسألوها في ايه. ياسين خطب من السوق. اما ياسين وقف عربيته ونزل منها بسرعة. اول ما شاف التاكسي اللي كانوا راكبين فيه البنت وامها وقف. نرجس قالت شوف الواد مستعجل ازاي. نزل وهو عارف عربيته عالية ومش هعرف انزل لوحدي. البنت كانت بتشاور لاخوها الصغير اللي واقف من الشباك علشان ينزل لهم، وقبل ما يدخلوا جوه العمارة اللي هم ساكنين فيها نادى عليهم. لو سمحت يا حاجة بعد اذنك ممكن سؤال. بنت بصت هي وامها بس كانت واقفة بدهشة وبعدها كسوف. اما امها كلمته وقالت اتفضل يا حضرة، في حاجة؟ بعد اذنك تليفون والد الانسة. تليفون والدها؟ انت مين وعايز تليفون ابوها في ايه؟ عاوز اطلب ايد الانسة منه. انت فضلت تكح، ضمت شفايفها بحسرة ورجعت تبص له من فوق لتحت وقالت حت يا ابني.
معلش يا ابني، مع انك بسم الله ما شاء الله، بس مفيش نصيب. البنت كحت اكتر، لفت امها تبصها بحيرة، ولا لا، ما ترسي على بر. هزت راسها، هي فرج الله. الام ادت له كارت بتليفون ابوها. البنت كحت، امها شدت الكارت من ايد ياسين بعد ما اديتهوله، فالبنت كحت بصوت عالي. امها قالت لا بقى، الكحة الاخيرة دي ايه؟ قربت البنت منها وقالت الكارت القديم يا ماما. يوه نسيت، استنى يا ابني لما اشوف لك التاني، ولا اقول لك على ايه، خد عنوان المكتب احسن، هتلاقيه دلوقتي هناك. ياسين بابتسامة خد العنوان ولسه هيمشي علشان يركب العربية، امها بصت عليه. والنبي حلوة وشك وهبة كده في نفسه. ربنا يهديك يا دعاء يا بنتي، وما تطلعيش في عيوب. ابنها الصغير كان شايل الاكياس وقال بس بابا فوق يا ماما. نرجس اللي كانت قربت وسمعت فوقفت ياسين. مبروك يا حبيبي. طيب والله متيسرة. اما ام دعاء بفرحة، ايه اللي متيسرة دي كحت لحد ما جالها سعال ديكي، يعني موافقة بالثلث. تعالي يا حبيبتي اتفضلي. طيب والله انا قلبي انشرح لك من اول ما دخلت علينا المحل، القلوب عند بعضها يا حبيبتي. اخوها طلع قدامهم ودعاء كانت شايله الباقي. نرجس قرصته في ايده وهو واقف مبلم وعينه عليها. يا ابني اقفل بقك ده، شكلك مفضوح قوي. شيل بدالها بدل ما انت واقف صنم، حسسها كده انك جنتلمان. اختبار يا موقوس، اختبار عنك يا انسه. بكسوف بعدت وهزت راسها وطلعت قدامهم جري. اسم الله عليه. ما نرجس ردت وقالت ودكتور كمان، وعنده عياده ومركز طبي وعربيه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، اتفضلوا نورتونا. اول ما دخلوا من باب الشقه لقت الحاج واقف في استقبالهم بعد ما ابنه قال له في ضيوف جايين. رحب بيهم ودخلوا الصالون، وبعد التعارف والكلام اتكلم والدها وقال طيب وانت ظروفك ايه؟ يا عمي انا دكتور تجميل، عندي 35 سنة، شغال في مستشفى وعندي عيادة ومركز طبي، والحمد لله براعي ربنا في شغلي وفي حياتي، وعندي شقة ببيت اهلي. وعلشان حضرتك تبقى عارف، لو حصل نصيب ووافقتوا عليا فالموافقة مش هتبقى عليا بس. يعني ايه الموافقة؟ عليا انا وامي وخالاتي وعماتي و9 بنات ملهمش غيري وانا ماليش غيرهم. وعلشان تبقى حضرتك مطمن انها هتكون في الحفظ والصون، كرامتها من كرامتي، وانا عارف اهلي هيعاملوها ازاي، ومتأكد منهم لانهم زي ما بيحبوني هيحبوها، وزي ما بيحترموني هيحترموها، وكل طلباتكم ان شاء الله مجابة. في نفس الوقت ده جرس الباب رن. الولد جري علشان يفتح، لقى طوفان من الستات داخلين بيزرغطوا وفرحانين وبيقولوا اوعوا تكونوا قريتوا الفاتحة من غيرنا. وقف الاب والام والبنت بيبصوا لبعض باستغراب. قربت ست من الواقفين من دعاء وفضلت تبص فيها وتقول لها طيب والله انا حبيتك من قبل ما اشوفك. ياسين ابني كل ما كنت اقول له يخطب يقول لي لا لسه ما لقيتش اللي تخطف قلبي، ومادام هو هنا وبرغبته يبقى انت خطفتي قلبه. دعاء كانت بتبص للارض بحرج. ابوها اتنحنح وقال اتفضلوا يا جماعه اقعدوا نتعرف على حضراتكم. قعدت ام ياسين واتكلمت ما تاخذونيش يا جماعه، من كتر فرحتي نسيت اسلم عليكم واعرفكم علينا. انا ام ياسين ودول بناتي وبنات اخواتي اللي هم بنات عمام وعمات، ولسه عمات وخالات وباقي العيله جايين ورانا. عرفتونا والله يا ام ياسين. يشرف مقدارك يا حاج. هنقرا الفاتحه بقى. مش واحده واحده علينا يا ست ام ياسين، نتعرف على بعض وتسالوا علينا ونسال عليكم. نرجس وهي قاعده مكانها اتكلمت وقالت خبر ايه يا حاج نعماني، كل ده ما تعرفتش علينا؟ شكل مش غريب عليا من وقت ما دخلتي وانا بسأل نفسي شايف حضرتك فين قبل كده. كده زعلتني قوي. نسيت المرحوم مأمون صاحبك الروح بالروح. الله يرحمه، كان راجل بمعنى الكلمة، صاحب واخ عزيز. طيب لو قلت لك هو اللي مربي ياسين على ايده، اولا حضرتك تبقي ايه للمرحوم مأمون؟ مع اني زعلت قوي انك معرفتنيش، بس هقول أصل الزمن أكيد غير فينا كتير، وكمان ما تقابلناش من 20 سنة لما حجينا أنا والمرحوم معاك ومع عوض والمرحومة مراته، وكنا في عبارة واحدة حاجة نرجس. يا أهلا يا أهلا، نورتينا. مراته والبنته. سلمي يا حاجة على الحاجة نرجس، دي مراتي الغالي يا ما كلمتك عليهم. وبعد السلام والأحضان قالت نرجس ايه رأيك يا حاج في طلبنا؟ لما تربي على ايد المرحوم مأمون اكيد ونعمة التربية، بس اللي اعرفه ان المرحوم اتوفى وما عندهوش ولاد،
وكان وحيد ملهوش اخوات. ياسين يبقى ابن اختي يا حاج نعماني وزي ابني بالظبط، وبقول لك والله ما هتلاقي عريس لبنتك زيه، اخلاق وجمال ومتربي كويس. انا لو عليا انا موافق، لكن الكلمة الاولى والاخيرة للبشمهندسة دعاء. بص كل الموجودين لدعاء اللي بص في الارض. قالت نرجس رأيك يا حبيبتي؟ قولي ما تتكسفيش. هزت دعاء راسها بحرج ونطقت بصوت يدوب سمعوه، وافقة مع حضنتها وبركت لها، وراحت ناحية البلكونة وفضلت تزغرط هي والبنات وام ياسين ونرجس. ولما طلعوا الجيران بيسألوا في ايه، ردت عليهم وقالت عقبال عندكم يا حبايب، دعاء بنقروا فتحتها. سكتوا كلهم على رنة جرس الباب. ولما فتح الحاج نعماني لقى بنات كتير دخلوا البيت وبيزغرطوا، جروا على ياسين وباركوله وسلموا على دعاء وباركولها، وواحدة منهم قالت بسم الله ما شاء الله، عروستك حلوة قوي يا ياسين. لقيتها فين دي؟ الكل بصوت واحد ضحك وقال في السوق.